السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا في الفيديو ده عايز ألفت نظرك على حاجة أنت ممكن ما تكونش واخد بالك منها. أنت مش واخد بالك كده إن ساعات تفكر في حاجة وتلاقيها حصلت لك، حاجة بتتمناها من جواك تلاقيها حصلت قدامك. السبب في اللي بيحصل ده أو اللي بيجلب ليك الحاجات دي هي قوة عقلك الباطن. عقلك الباطن اللي هو الكنز اللي الناس كتير بتتغافل عنه وما بتستغلوش. أنت عارف في حتة حديد كده اسمها مغناطيس. حتة الحديد دي ممكن تشيل قد حجمها 10 مرات، في حين حتة حديد تانية ممكن تكون أكبر منها بس ما فيهاش القوة المغناطيسية دي، مش هتقدر تشيل حاجة في وزن ريشة. حتى احنا كبشر كده، في ناس منا عبارة عن مغناطيس بيكون عندهم إيمان كامل وثقة كاملة في نفسهم. الشخص المغناطيس ده أو اللي عنده ثقة كاملة في نفسه وفي إمكانياته وقدراته تلاقيه كده بيجذب كل حاجة هو عايزها ليه. دايما تلاقيه بيسعى للأشياء فالأشياء بتسعى ليه. على النقيض بقى حد تاني دايما الشكوك ملياه، دايما خايف، دايما متردد. الفرصة بتكون قدام عينه وما يستغلهاش، يفضل يقول لا انا كده ممكن افشل، لا انا كده هخسر فلوسي. الشخص ده عمره ما هيحقق اي انجاز في حياته لانه دايما متشكك وخايف ومتردد. عشان كده حقيقي هيفضل مكانه. طول ما هو خايف ومتردد ومش بيتقدم لقدام هيفضل محلك سر. نصيحتي ليك خليك شخص مغناطيس، اجذب اي فرصة ليك، امسك في اي فرصة قدامك ما تفوتهاش. شيل الخوف والتردد من جواك. تفتكر ايه هو سر الوجود في الحياة حاليا؟ هل هو مثلا سر الطاقة الذرية؟ هل هو السفر عبر الفضاء؟ لو هتفكر فعلا في السر فالسر هتلاقيه موجود جواك. السر هو قوة عقلك الباطن. ازاي تخرج القوة دي من جواك فعلا وتحولها لواقع حقيقي؟ قوة عقلك الباطن لو قدرت تخرجها من جواك فعلا هتقدر تحقق امالك واحلامك وهتخليها حقيقة وواقع قدامك. يلا انت مستني ايه؟ خد قرارك دلوقتي وفعلا حياتك هتبقى روعة اكتر مما انت متخيل. قاعدة اساسية بيعمل بيها عقلك الباطن وهي قاعدة الاعتقاد، بمعنى ان عقلك الباطن بيشتغل عن طريق انت بتفكر ازاي، انت معتقدك الداخلي ايه. كل افعالك وكل تجاربك وكل الظروف اللي انت مريت بيها بتقولك وبتأكد لك ان النتيجة اللي حصلت لك كانت نتيجة اعتقادك. شيل من جواك المعتقدات الباطلة ومخاوف البشر والخرافات، ابدأ ازرع جواك الحقائق اللي ما بتتغيرش ومن خلالها هتنطلق للأمام وللمكانة الأعلى. انت صحيح بتملك عقل واحد بس العقل ده ليه طريقتين في العمل، طريقة العقل المحس والعقل غير المحس، او بمعنى اصح العقل الواعي والعقل الباطن. في طريقة روعة بتفهمك طبيعة العقلين وهي انك تبص لعقلك على اساس ان هو حديقة وانت البستاني بتاع الحديقة اللي هو بيقوم زرع البذور اللي هي هنا الافكار. انت بقى بتقوم زرع البذور دي او الافكار دي في عقلك الباطن على مدار اليوم، وبما انك بتبذر الحب في عقلك الباطن وبالتالي انت هتحصد الزرع في جسمك وفي حياتك. ابدأ في زرع افكار السلام والسعادة والسلوك الصحيح والرضا والازدهار. فكر بهدوء وباهتمام في الافكار دي، خلي عقلك المنطقي الواعي يقر بيها ويتقبلها. استمر بزرع البذور دي اللي هي الافكار في حديقة عقلك وصدقني بعدها هتحصد محصول رائع. لما بيكون عقلك الواعي مليان بالخوف والقلق والتوتر، المشاعر دي لا اراديا بتتسرب لعقلك الباطن وبالتالي هتحس بالرعب والقنوط والهواجس دي هتبدأ تتملكك. لو ده حصل لك في يوم كلم نفسك قول لها اهدي ما تتحركيش، انا مسيطر على الوضع، لازم تطوعيني وتبقي تحت سيطرتي. لما عقلك الواعي هيخاطب عقلك الباطن بالطريقة دي هتحس بالهدوء والانسجام والسلام الداخلي لان عقلك الباطن تابع ومنقاد لعقلك الواعي. عشان كده بيسموا العقل الباطن العقل المنقاد او العقل اللاواعي. العقل بيشبه لحد كبير الملاح او قائد السفينة اللي هو واقف على مقدمة السفينة، هو بيوجه السفينة وبيصدر الاوامر لطاقم غرفة المحركات وللطاقم التاني اللي بيسيطر على الغلايات واللي دورهم بيكون يقيسوا المسافة بين السفينة والسفن التانية. الرجالة في غرفة المحركات هم مش عارفين هم رايحين فين، هم بس بيتبعوا الاوامر. لو اصدر ليهم الربان او قائد السفينة امر بالغلط بناء على اوامر اجهزة تانية زي البوصلة او جهاز قياس الاجرام السماوية هيتصدموا بالصخور. العاملين في غرفة السفينة بيتبعوا بس اوامر ربان السفينة لان هو المسؤول واللي بيصدر ليهم الاوامر واللي بيتم تنفيذها بصورة آلية. فاعضاء طاقم السفينة ما بيراجعوش الربان في تنفيذ اوامره او تعليماته، هم بكل بساطة بينفذوها. فقائد السفينة هو ربانها واوامره من غير اي نقاش
بتطلعش، بتتنفذ. بطريقة مشابهة عقلك الواعي هو القائد والربان لسفينتك اللي بتمثل جسمك وبيئتك وكل شؤونك، وبيستقبل عقلك الباطن الأوامر والتعليمات اللي بتصدر من عقلك الواعي وبيعتبرها كحقيقة ومسلمة لا جدال فيها. فأنت مثلا بتقول للناس وبصفة متكررة أنا مش هشتري الشيء ده، ساعتها عقلك الباطن بيقتبس الكلام ده وبيعتبرها دليل على إنك في وضع مش هيسمح لك بشراء الشيء ده. وبما إنك مصر تقول أنا مش هقدر أشتري العربية دي، أنا مش هقدر أتحمل تكاليف الرحلة دي، أنا مش هقدر أشتري البيت، فتأكد وكن على يقين إن عقلك الباطن هيتبع الكلام ده، وهتفضل الباقي من عمرك عايز تشتري الحاجات دي بس مش قادر تشتريها. يعني بالمختصر المفيد تفائل بالخير تجده. انا لحد كده خلصت الفيديو بتاعي، ما تنساش بقى تشترك في قناتي هنا وتشترك في صفحتي على الفيسبوك، ولايك بقى وتعليق برأيك في التعليقات تحت. شكرا ليكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.